قيمة هذه الضريبة اللي هي حاجة و30 مليار في قلب الموازنة العامة للدولة. بس انتوا اديتوها الثقة على هذه الموازنة. ايوه، ما انا يعني برضه عشان ايه؟ خليك بس معايا. الجدلية اديتها ده. انت المفروض ما تحطش قيمة الضريبة دي قبل اقرارها، لان ده اولا انتهاك دستوري. ما ينفعش ان انا الحكومة انتهكت الدستور. واحد. تمام. لا انت هتعمل عناوين. ايه انت جاي الحكومة انتهكت. ايوه، عايز منشورات وخلاص. تمام. يعني حطت المجلس في حرج ان اكنها ضامنه قراره. تمام. لما حطت ال 32 ده من حيث المبدا. احنا عندنا امر مبدئي في الحكايه دي. في فرق بين ان انت تزود نسبه الضريبه، وفي فرق بين ان انت تبحث عن الاصلاح الضريبي اللي يحقق الالتزام الضريبي. يعني انا دلوقتي ما صلحتش منظومه الضرائب بتاعتي وعندي فئات متهربه بالهبل. واخد بال حضرتك؟ لا عملت هيكله ولا قاعده بيانات حقيقيه مرتبطه بالرقم، اولويات مرتبكه، تقديم القوانين على الاصلاح. صحيح. وبالتالي انت جاي اول حاجه بتفكر فيها ان انت تجيب فلوس من الناس دون ان انت تصلح المنظومه الضريبيه الاول. انا بتصور انه كان لابد من ان انت تفكر لي في الاصلاح الضريبي الذي لم يبدا بعد حتى هذه اللحظه. تمام. لا اتربط بقاعده بيانات ولا حاطين حتى في الموازنه العامه موازنه الضرائب الاي تي سيستم. ما اعرفش اذا كنتوا حاطين ولا مش حاطين. فالقضيه انه في استسهال. انت عندك استسهال من الحكومه. استسهال. لما تيجي تقدم لي قانون الضريبه القيمه المضافه وتحط لي حد التسجيل نص مليون جنيه، وما تقدمليش معاه قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، يبقى انت بتهدر على الدوله ادخال جزء كبير جدا من الاقتصاد الغير رسمي بتدخله في الاقتصاد الرسمي. واخد بالك؟ بتدفع الشركات الكبيره لانها تفتت الاعمال بتاعتها عشان ما تخضعش للضريبه الى اخر الكلام ده. طيب بس معلش يا استاذ خالد، انا عايز اسالك سؤال استدراكي. حضرتك قلت الحكومه انتهكت الدستور في ده، وقلت اولويات مرتبكه. الحاجتين ما لهمش علاقه بجوهر القانون، لكن هل قانون القيمه المضافه من الاولويات ولا لا؟ انا هقول لك اهو، انا جاي لك، انا لسه بكلمك دلوقتي كده. يعني هي عملت 4 قبل 3، انت موافق على الاثنين بس عايز 3 قبل 4، ولا انت مش موافق خالص على القانون؟ انت كان سؤالك انت ايه على الشاشه حاطه؟ حاطط ايه؟ هل هي طوق نجاه ام فخ؟ مش كده؟ تمام. هي لا طوق نجاه ولا فخ. امال هي اداه لما تحطها ضمن منظومه اصلاح ضريبي على بعضه ممكن تؤدي غرضها. لما تحطها في منظومه فيها تشوه ضريبي وفيها عدم الالمام باللي بيحصل على ارض الواقع. حلو قوي. يعني خالد يوسف مع القانون ولكن ضمن حزمه. لا 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 انت ما تقولنيش اللي انا بقى معاك على الهواء. بس معايا يا خالد. ما اقصده انه لازم اهيئ المناخ تحت، عشان انا ده بقوله لك كواحد لسه هدخل لك تاني بقى في القانون نفسه. ادخل لي في القانون نفسه. انا بعتقد ان فاتوره الاصلاح الاقتصادي انت بتدفع قيمه مضافه وانت في اوروبا وانت خارج بتاخدها من المطار. ده صحيح ولا لا؟ ده صحيح. يبقى اذا القانون ده موجود في كل حته. خليك بس معايا. حاضر يا صديقي العزيز، انا دلوقتي كان 10% ضريبه المبيعات، انا خليتها 14%، زودت 4%. زودت 4% ليه؟ وعطيت سلع. ثانيه بس. زودت. طب ما هو انت برضه الاعفاء السلع ده انت عملت على فكره تنططني، مش عارف اركز في امال اربكك ازاي بس؟ لا ال 14% انت زودت لي 4% وقلت لي هعفيك من حتت. هي نفس الحكايه، انت بتاخد بتديني الجيب وبتاخد مني من الجيب الثاني. يعني عشان بس ما حدش يدعي ان هو محافظ على محدود الدخل، ما انت زودتها لي 14%، ده زودت 4% على ضريبه المبيعات وعملت لي ضريبه ثانيه اسمها 14% تانيين على الخدمات. هل ده صحيح؟ وانا بقول كلام مختلف معانا. هو مختلف معايا لكن دي الحقيقه. الضريبه دي عباره عن ضريبه على المبيعات على السلع والخدمات. بمعنى 14% على السلعه وفي 14% على الخدمه. اي اللي ما كانتش موجوده قبل كده، ما كانتش موجوده اصلا. فهو عمل 14% ضريبه جديده عشان ما يقولوش ان دي ضريبه مش جديده. لا، في ضريبه جديده اسمها ضريبه ال 14%، وفي 4% زياده عن ضريبه المبيعات. ده مين اللي هيتحمله؟ اللي هيتحمله اللي بيستخدم السلع والخدمات اكتر من الثاني. صح. مين اللي بيستخدم السلع والخدمات اكتر من الثاني؟ الاقادرين. لا. امال ايه؟ السواد الاعظم. الاغنياء مش هتفرق معاهم ال 14%. انا بقول بدل ما تحمل لي فاتوره الاصلاح الاقتصادي
في الزمن اللي احنا فيه ده لناس اتطحنت عبر 30 40 سنه عماله تفتقر اثناء ما كانت في ناس عماله تغتني بالمليارات؟ لا، انا استهدف لي بقى الطبقه اللي اغتنت اثناء ما الشعب ده كان بيزحف على بطنه. فنروح لهم الاول. روح لي هناك الاول. روح لي هناك لان الناس مش مستحمله. هنا الاولويات السياسيه بقى. لما تيجي تقول لي الضريبه دي في يوم من الايام لازم تتفرض، في يوم من الايام لازم تطبق، هتحصل، بس يعني انت موافق عليها منطقيا، لكن بس التوقيت غلط. مش التوقيت بس، واولويات، وفيها ظلم، لان الناس مش هتحتملها. حلو. اسمع راي نائب اخر. لا، ما انا راجع لك بس في فاصل. ده انا هاخد لسياده النائب محمود، بس بعد الفاصل اللي جاي هنرجع لك تقول وجهه نظرك.